السلام عليكم. بعد قرار المحكمة الرياضية النهاردة الثاني، ده القرار الثاني برفض طلب بيراميدز باتخاذ تدابير احترازية بتأجيل إعلان بطل الدوري أو تعليق إعلان بطل الدوري لبعد الفصل في الحكم. طبعا المحكمة الرياضية النهاردة رفضت الكلام ده خالص. المحكمة الرياضية كانت القرار الأولاني اللي كان طلع عشان الناس التبس عليها بعض الأمر. القرار الاولاني بتاع المحكمه اللي هو كان رافض طلب بيراميدز بالغاء قرار الرابطه. قرار الرابطه الثاني اللي رفض خصم 3 نقاط اضافيه من النادي الاهلي. كان بيراميدز طالب الاول اعاده الغاء القرار ده وخصم 3 نقاط من النادي الاهلي. فالفيفا رفضت، محكمه الرياضيه الكاس رفضت القرار ده، وبعدين طالب تدابير احترازيه. فالمحكمه الرياضيه قالت مفيش تدابير احترازيه، لا يستدعي ذلك تدابير احترازيه، وبالتالي لابد من تسليم درع الدوري للفائز بالمباراه اللي هتكون ان شاء الله باذن الله يكون النادي الاهلي غدا. الكلام ده ليه؟ لان كان طلع النهارده الصبح ثروت سويلم وقال ان الوقت غير مناسب لتسليم درع الدوري وعايز ترتيبات خاصه، والكلام ده بيتمحك يعني كده عشان ياجلوا اعلان تسليم الدوري. لكن بعد صدور حكم المحكمه الرياضيه طلع مع سيد علي من ساعتين وقال لا، هيكون احتفاليه ولازم نسلم درع الدوري للفائز بدرع الدوري بعد قرار المحكمة. طبعا ان شاء الله الاهلي بكرة مع مباراة مع فاركو، ان شاء الله باذن الله الفوز فيها او حتى التعادل يكفي لاعلان الاهلي بطلا للدوري. قناة الزمالك بقى قلبتها محزنة، وكانت الحقيقة موقف يضحك جدا جدا. انا من النادر والله صدقوني لما اتفرج على قناة نادي الزمالك، ولكن من باب الواحد لما يحب الرفع عن نفسه في الاحداث الرياضية المهمة زي دي بتروح تتفرج على رد فعلهم. تعال نشوف رد فعل المذيع ده، انا ما اعرفش اسمه ايه، وهو بيسال خبير جايبينه المفروض ان هو محاول دولي، فبيقول له بعد القرار ده وايه اللي هيحصل والمحكمه رفضت ايه. كان مستني يطلع منه باي معلومه، لكن الحقيقه المحامي صدمه بالمعلومات اللي قالها. تعالوا نسمع. طيب، معانا مداخله مهمه من استاذ محمد متولي المحامي الدولي في الشؤون القانونيه. استاذ محمد مساء الخير. مساء الفل عليك. ازي حضرتك، عامل ايه؟ يمكن قرينا من شويه خبر المحكمه الرياضيه الدوليه CAS، وانه هي قررت رفض طلب التدابير المؤقته بالشق المستعجل في الدعوه المقدمه من نادي بيراميدز بتعليق الاعلان عن بطل الدوري المصري الممتاز في نسخته الحاليه. عايزين توضيح من حضرتك لو سمحت. هو اللي انا فهمته من الاحداث يعني او من الاخبار الصحفيه اللي اعلنت قبل كده ان الرابطه قالت انه ما فيش ضرر موقع على الانديه من اعلان او تدبير الوقتي بحجب اعلان بطل الدوري، لان الفريقين اوريدي الاهلي وبيراميدز تم يعني تحديد ان هم خلاص هيلعبوا في دوري ابطال افريقيا، فما فيش اي ضرر الا اعلان بطوله الدوري. الكاس اخذت بالكلام ده انه والله التدبير الوقتي فعلا مالوش اي اضرار يعني غير اعلان بطوله الدوري، فيمكن بعد كده بعد الفصل في النزاع يتم الحكم ب لو بيراميدز حصل على قرار بسحب اللقب مثلا من الاهلي، ده في حاله فوز الاهلي في المباراه اللي بيبقى في خلال قد ايه الموضوع ده؟ يعني الحكم النهائي بيبقى في خلال قد ايه؟ هو انت طبعا عارف ان الامر المستعجل ما توافقش عليه. الامر المستعجل ما توافقش عليه، فاحنا كده بنتكلم في انه في المجرى العادي للامور القضيه بتاخد 6 شهور ويمكن اقل، بس مش اكتر من 6 شهور. يعني ممكن انت يتم الحكم في خلال بتقول لي بمعناه كده انه احنا مثلا بطل الدوري هيتحدد ويتم تسليم الدرع ويعملوا احتفالات وكل الناس خلاص تحتفل بدرع الدوري، بعد كده الموسم الجديد يبدا، بعد كده المحكمه الدوليه ترد عليا، فلو ردت مثلا بحقيه نادي انه يتخصم منه فالنقط دي تفرق فنسحب اللقب تاني. هل ده لوجيك او انا مش عارف يعني بسالك؟ ده طبيعي. ده طالما التدبير الوقتي ما توافقش عليه. يمكن انا كنت موجود في حلقه قبل كده معاكم قلت لكم انه اذا تحصل بيراميدز على تدبير وقتي فيتم حجب اعلان بطل الدوري. طب بيراميدز ما تحصلش على تدبير وقتي، هنا هو التدبير الوقتي هو حجب اعلان بطل الدوري. فطالما لم يتحصل على التدبير الوقتي فاذا حجب بطل الدوري مش هيبقى موجود، لانه التدبير الوقتي لم يتم الحصول عليه. طب ايه الخطوه الجايه؟ الحاله دي لو بيراميدز تحصل على قرار في نهايه الحكم او القرار اللي صادر من الكاس خرج بصالح بيراميدز يعني هيتم سحب اللقب ساعتها، لو برضو في حاله انه المباراتين او الجوله الاخيره الاهلي وبيراميدز مكسب، يعني يبقى الوضع كما هو عليه. هيبقى الوضع كما هو عليه حتى يصدر حكم نهائي. طب ايه الخطوه الجايه المفروض من الانديه او عامه؟ يعني الخطوه الجايه ايه؟
هو الخطوة اللي جاية المفروض إن الكاس هتطلب من كل الأندية إنها تقدم الدفوع بتاعتها أو الورق بتاعها في خلال مدة معينة، ولكن أنا برضو ما عنديش اطلاع على الأوراق قوي بتاعة الكاس، لأن أنا مش محامي لأحد الأطراف يعني في القضية، ولكن ده المجرى العادي يعني. هيطلبوا منهم الدفوع بتاعتهم، وبعد كده هيتم تحديد جلسة يبقى فيها قرار. ممكن يتم تحديد جلسة استماع عبر زوم أو عبر السفر لسويسرا، يعني ممكن يروحوا المحكمة هناك. جلسة الاستماع دي هيتم مناقشة فيها كل حاجة، وكل واحد لو عنده شهود هيقول، يعني الأمور هتتخذ المجرى العادي للتقاضي يعني. طب عايز اسال حضرتك سؤال، هل قرار المحكمه النهارده برفض طلب التدابير المؤقته بالشق المستعجل ده بيبقى ليه حيثيات او بيبقى ليه يعني براهين انه ممكن موقف القضيه تبقى ايه؟ يعني مثلا انه بيراميدز طلب ده معناه انه النادي الاهلي مش هيتخصم منه او هيتخصم؟ لا، رفض التدبير المؤقت لا يؤثر على الحكم في اي شيء ولا يدل على اي شيء. هو بس قال لك انا مش هاخد تدبير مؤقت لانه المحكمه شافت انه الموضوع لا يلزم يعني احنا ناخد تدبير مؤقت، لان التدبير المؤقت ده بيتاخد في الحالات الاستثنائيه جدا. هي المحكمه رأت او اللجنه اللي ماسكه القضيه في الكاس رأت انه التدبير الوقتي في هذا الامر غير يعني غير ملزم يعني حاجه مش ضروريه جدا او مش بالضروره. وده في الطبيعي بيحصل يعني ساعات حصل بيبقى في معظم في حالات مختلفه غير الحاله دي. في الكاس في العادي ممكن ترفض الموضوع لان الحالات ما بتبقاش يعني الزاميه قوي او تستلزم بالضروره ان هي توقف او تاخد تدبير مؤقت، ولكن في حالات ثانيه كتير جدا المحكمه وافقت، ولكن ده بيبقى حالات استثنائيه جدا. انا بصراحه ما اعرفش ايه اللي حصل وايه الورق اللي اتقدم. انا ممكن اقول لك انه المحكمه رأت من خلال الورق اللي قدامها ان الامر لا يلزم. الورق اللي اتقدم ايه انا ما اعرفوش، فما اقدرش برضه اقول لك ليه رفضت، ولكن ده مش مؤشر باي شكل من الاشكال على نتيجه الحكم او القرار اللي هيصدر في الاخر. تمام. يعني الحقيقه بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد متولي، المحامي الدولي في الشؤون القانونيه. كنا محتاجين بس يعني نفهم النقطه دي ونبين للساده المشاهدين انه معنى قرار انه رفض طلب التدابير المؤقته بالشق المستعجل في الدعوه المقدمه من نادي بيراميدز ده ملوش علاقه خالص باحقيه الثلاث نقط او بالقرار النهائي من المحكمه الدوليه الرياضيه CAS. طيب طبعا زي ما سمعتوا المذيع جاله زي صدمه كده عصبيه، ما بقاش عارف اصلا يسال ولا يرد يقول ايه بعد ما المحامي الجمه قال له ما فيش حاجه اسمها اعلان تاجيل بطل الدوري. الدوري ده يا جماعه عزيز علينا جدا جدا السنه دي لسبب بعد ما كان كل المؤامرات والتربصات ده وبعد ما كانت الناس كلها معتقده ان الدوري بعد عن النادي الاهلي. النادي الاهلي الحمد لله باذن الله الدوري في ايديه، يفوز بكره خلاص الموضوع انتهى وتبقى احتفاليه كبيره. احنا لا يهمنا تسليم درع ولا تسليمش درع، احنا يهمنا ان احنا البطل بتاع الدوري اللي كان كله متربص بالنادي الاهلي عشان يشمت فيه ويفرح فيه بخسارته لبطوله الدوري اللي الزمالك تآمر فيه مع بيراميدز على تفويت المباريات واهداء درع الدوري مقابل بعض العمولات والسمسره. الدوري اللي اثبت ان في انديه بتبيع نفسها عشان الفلوس، وفي اعلاميين ومسؤولين ولاعبين سابقين بتتكشف الوجوه القبيحه ليهم والنفاق تجاه النادي الاهلي. الدوري السنه دي دوري جميل جدا وعزيز علينا لانه خلانا نعرف الحبيب من العدو الصديق، من العدو الوفي فعلا والمخلص للنادي الاهلي، من الذي لا يستحق المرور قدام بوابه النادي الاهلي، مين اللي كان بيعيش معانا مع النادي الاهلي وهو خاين وقليل الاصل وبيطلع يجرح في النادي الاهلي. الدوري ده جميل جدا، ومن الشدائد بتعرف الرجال ومن المحن تعرف الصداقة. وفعلا الحمد لله الاهلي بعد ما يطوي صفحة الدوري الممتاز ان شاء الله بالفوز غدا هيبدأ مرحلة الاستعداد لكاس العالم للأندية. شفنا السفيرة الامريكية بتروح لحد النادي الاهلي عشان تعمل زيارة وبتتكلم عن مشاركة النادي الأهلي في كاس العالم للأندية. والله يا جماعة بكل أمانة شيء يدعو للفخر بصراحة. النادي الأهلي شيء يدعو للفخر والشرف. عندنا طبعا مبسوطين طبعا، أنا عارف معظم الجماهير برحيل رامي ربيعة اللي كان عايز ياخد في موسمين 80 مليون ليه و8 مليون لاخوه. انا معرفش ايه الحكاية دي بتاعت اخوه، فجايبه يعني كده ايه ياخد سمسرة. الحمد لله بفضل الله ان رامي ربيعة مشي من النادي الاهلي. مصطفى العش جدد مع النادي الاهلي او تم التعاقد مع النادي الاهلي بعد ما كان اعارة.
عندنا لعيبه كتير، اضافات كبيره، هيتم الاعلان ان شاء الله عن زيزو. كاس مصر هيبقى يوم عيد الفطر بالليل الساعه 9 بالليل. كاس مصر بعد اعلان الرؤيه، كل سنه وانتم طيبين. غدا ان شاء الله اول ايام شهر ذو الحجه، وبالتالي كاس مصر ده هيكون اول ايام العيد بالليل ان شاء الله، وتنتهي صفحه زيزو مع الزمالك ان شاء الله.